مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بقناة طبخة فرح. طبختنا لليوم هي مربى اللبن مع رز أبيض. إذا أول مرة بتفوتوا على هيدي القناة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات وتحطوا لي كتير لايكات على هيدا الفيديو، وأهلا وسهلا فيكم. وهلأ خلينا نبلش بالمقادير وصفة المربى اللبن. مثل ما شايفين عنا هون المكونات. في عندي 1.5 كيلو لبن، عندي نعناع أخضر، 3 بصلات، توم، لحمة شقف، بصلة صغيرة، عودان قرفة، ورقة غار، حبتين هال صغار، كبش قرنفل. في عندي كمان بيضة، زيت نباتي، شعيرية، كباية رز، مكسرات، وملح. وهلأ بدنا نبلش بأول مرحلة. عندي هون هلأ بصل، بدي حاول قطعن لقطع صغار لحتى بدي أسلقن. هلأ عم قطعن لقطع مربعات مثل ما شايفين، ورح أحطهم بالطنجرة. من بعد ما قطعتهم هلأ عم حط المي، وهلأ بدي أحط البصل على النار. ومثل ما شايفين عندي كمان طنجرة تانية بدي هلأ أسلق اللحمة. بدي أحط اللحمة بالطنجرة، وبدي أحط ورقة غار، وبصلة صغيرة، وقرفة، وهال، وكبش قرنفل، كلياتهم بالطنجرة لحتى بدي أسلقهم مع اللحمة. وبدي أحط فوقهم مي على غمران. وبدي أحطهم على النار أكيد. بعدين بدي أرجع بطنجرة بدي أفقس بيضة لحتى بدي أعمل اللبن، وبحرك البيضة كتير كتير منيح. من بعد ما حركت البيضة كتير منيح هلأ بدي أحط فوقهم اللبن. وهلأ بدي أتركهم على جنب لحتى البصل يستوي بالسلق. مثل ما شايفين عندي هون اللبن كتير جامد، فعشان هيك أنا ما حطيت نشا. انتو فيكن تحطوا نشا إذا كان اللبن عندكن رخو. وهلأ مثل ما شايفين بلش البصل يستوي، تقريبا بده نص ساعة على النار. بحاول غطيهم لحتى يستووا منيح. وهيك صار البصل عنا جاهز، واللحمة كمان عم تبلش كمان تستوي. تقريبا اللحمة بدها ساعة على النار. ما بغطيها كلها، بحاول اترك شوي مفتوحة لحتى ما تفور. من بعد ما خلصت البصلة هلأ بدي صفيهم بالمصفاية. بدي احطهم بجات غميق. ومن بعدها بدي امرطهم كتير منيح بمكنة البلندر. وهيك صار عنا البصل جاهز، بدي اياه بهيدا القوام. وهلأ رح اتركهم على جنب لحتى يبردوا. كمان هلأ بدي حمل مقلاية
بدي أحط شوية زيت، وبدي أقلل مكسرات. في أنا عندي هون لوز مكسر، فيكن أنتوا تقلوا اللي بدكن إياه الموجود عندكن. أكيد بدي إياه هون تقريبا باللون الذهبي. من بعد ما قليت اللوز، هلأ بدي أجيب كمان قلاية، حط شوية زيت، بدي حمص زيت على النار، بدي قلي توم مهروس، تقريبا عنا حصتين توم مهروسين، بدي أقليهم بس لمدة 5 دقايق ودغري بطفي الغاز. ومثل ما شايفين هون بلشت اللحمة تستوي، تقريبا خلصت. هلأ بدي أحط البصل فوق اللبن والبيض اللي أنا عملته قبل شوي. البصل برد كتير منيح، بدي أحطهم فوق اللبن. وهلأ الثوم اللي أنا قليته قبل شوي بدي أحطهم فوق اللبن والبصل. والنعناع الأخضر بدي أجيب خيط ببرمهم كتير منيح من فوق ومن تحت لحتى ما يفلتوا، لحتى سقطهم مع اللبن. كمان بدي أحط النعناع بقلب اللبن. في عندي كمان معلقتين صغار ملح. هلأ على جنب بدي اخد مرقة اللحمة لحتى احطهم فوق اللبن، هيك بتطلع طعمتها كتير طيبة. بتمنى انكم تجربوا هيدي الأكلة، كتير حدا عجبكم. ما تنسوا تشتركوا بقناة طبخة فرح، وتفعلوا زر الإشعارات، وتحطوا لي كتير لايكات على هيدا الفيديو. وهيك مثل ما شايفين حطيت فوقهم كباية مرقة اللحمة فوق اللبن، ومنحركهم كتير منيح. وهيك بلش اللبن يتماسك مع بعضه، تقريبا بدي اتركه نص ساعة على النار. مثل ما شايفين هون اللبن عم يغلي. وهلأ بدي اجيب صحن وشيل النعناع على جنب. اكيد مش حاستعمله، انا حطيت النعناع بس لحتى تطلع طعمة اللبن طيبة. وبدي ارجع سقط اللحمة يلي انا سلقتها قبل شوي، وبحركهم مع بعضهم على النار. هيك صار اللبن عنا استوى. برجع بسكبه بالجاط. وهلأ بدي اجيب طنجرة صغيرة، بدي احط شوية زيت لأنه بدي أعمل رز مفلفل. بدي أحط الشعيرية فوق الزيت. أكيد بحركهم لحتى
يصير عنا الشعرية لونها شقرة. وهلأ بدي أحط كباية رز مغسول فوق الشعرية ومعلقة صغيرة ملح وبحركن كتير منيح. وهلأ بدي أحط كباية ونص مي منحركن لحتى يفوتوا المقادير مع بعضهم. من بعد ما أنا هلأ وصلنا لمرحلة الغليان بدي سكر الطنجرة لحتى يستوي الرز. وهيك كانت طبختنا لليوم، مربى اللبن مع رز صحتين. بتمنى منكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة طبخة فرح وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لي كتير لايكات على هيدا الفيديو. بتمنى كمان تعملوا شير لرفقاتكم لحتى يشوفوا هيدا الفيديو. أنا بحبكم كتير كتير وبشوفكم إن شاء الله بطبخات جديدة. باي باي.